ازاي نقدر نجذب جمهور لينا على انستجرام كفنانين او رسامين او ديجيتال ارتست؟ السؤال ده بيجيلي اغلب الوقت، ازاي اقدر ان انا اشتغل على نفسي على انستجرام، وازاي اقدر ان انا اكبر عدد المتابعين بتوعي عليه. وطبعا في وقت من الاوقات انا كنت بسأل نفس السؤال. وانا بصور الفيديو نسيت اعرفكم بنفسي، انا منى مصطفى، رسامة كتب اطفال ورسم ديجيتال. ولو انتم مهتمين بالرسم ورسم ديجيتال، ولو عاوزين تعرفوا ازاي تكبروا اكاونت الانستجرام بتاعكم، فالفيديو ده ليكم. الإجابة السريعة عن السؤال ده هي إن احنا نكون consistent أو إن احنا ننزل محتوى دايما. بس الأهم بقى من إن احنا ننزل محتوى دايما إن احنا نعرف إيه المحتوى اللي احنا حابين نقدمه، وإيه المحتوى اللي المتابعين بتوعنا عايزين يشوفوه. مهم جدا ان احنا نعرف احنا عايزين الناس تتابعنا ليه. هل علشان بس يشوفوا الرسومات بتاعتنا، ولا علشان يجيلنا منهم شغل، ولا علشان نديهم نصيحة، ولا علشان نعلمهم حاجة؟ وممكن كل الحاجات دي مع بعض. ومش معنى خالص ان احنا هنشتغل في الرسم ان احنا هيبقى المحتوى بتاعنا يا اما نصيحة يا اما بنعلمهم حاجة، وان الموضوع مش هيكون ترفيهي خالص، ولا نقدر ان احنا نحط فيه تاتش كوميدي مثلا. فاول حاجة مهمة لازم نعرفها، احنا عايزين الناس تتابعنا ليه. ايه الحاجة اللي هتخلي واحد ماسك الموبايل وبيسكرول على الموبايل يشوف الاكونت بتاعنا يقول هو الاكونت ده انا فعلا محتاج ان انا اتابعه، يا اما علشان اضحك، يا اما علشان هستفيد منه بنصيحة، يا اما علشان هيعلمني حاجة، يا اما علشان هينظف عيني وهيخليني اشوف حاجة جميلة. تاني حاجة محتاجين ان احنا ناخد بالنا منها، هو انا بكلم مين او عايزة مين بالظبط اللي يتابعني. محتاجة اشوف الاودينس بتاعي او الجمهور بتاعي اللي انا احب ان هو يتابعني شكله عامل ازاي، سنه عامل ازاي، طباعه عاملة ازاي، ايه الحاجات اللي بيحبها، ايه الحاجات اللي بيرفضها. وطبعا الحاجات اللي احنا هنجاوب عليها دي مش لازم تكون متوفرة في كل شخص هيعمل لنا فولو، لكن ده المتابع المثالي بالنسبة لنا. خلونا نعتبر المتابع بتاعنا المثالي ده حد من اصحابنا. اتكلم معاه ازاي، ايه الالفاظ اللي هقولها له، يا ترى هو عنده كام سنة، ولد ولا بنت، ايه الاهتمامات بتاعته، ايه المواضيع اللي بتشده، الحاجات اللي هو نفسه يتعلمها، ايه الحاجات الصعبة عليه شوية ومحتاج حد يساعده فيها. زي ما قلت لكم مش لازم كل الحاجات دي تكون متوفرة في المتابع المثالي بتاعنا. يعني مثلا بالنسبة لي المتابع المثالي بتاعي هو بنت غالبا في سني، مهتمة بالمواضيع اللي انا بتكلم فيها، حاجات ليها علاقة بالامومة، حاجات ليها علاقة بان انا بنت. ده مش معناه ان كل المحتوى بتاعي يكون موجه بس ليهم وان مش ولاد هتتابعني، لا بالعكس، في ولاد بتتابعني بس نسبتهم قليلة. فاحنا مش هنعمل خط فاصل بين مين اللي يتابعنا ومين اللي ما يتابعناش، بس احنا على الاقل نبقى عارفين مين الجمهور الكبير بتاعنا او النسبة الكبيرة بتاعتنا مين هي، وهي دي اللي احنا بنكلمها. تالت واهم حاجة لازم نبقى عارفين ان الجمهور اللي هيتابعنا او الشخص اللي هيتابعنا مش هيتابعنا كده لله وللوطن، لازم يكون بيستفيد حاجة. ده يرجعنا تاني للنقطة الاولانية وهي نقطة المحتوى. لازم نعرف ايه الهدف من المحتوى بتاعنا، علشان الهدف ده هو اللي هيخلي الشخص اللي ماسك التليفون يدوس متابعة ويقول انا فعلا عايز اتابع الفنان ده او الفنانة دي. الهدف بتاعنا برضو هيرجعنا للنقطة الاولى وهي نقطة المحتوى. الهدف بتاعنا هيكون ان احنا نعلم، ولا الاكونت بتاعنا هيكون فيه نوع من انواع الترفيه، ولا هندمج كذا حاجة في بعض. دي كانت من وجهة نظري النقط اللي انا قدرت امشي عليها وقدرت استفيد منها علشان اكبر متابعيني على انستجرام. قولولي انتوا بتعملوا ايه، وقولولي لو انتوا هتجربوا فعلا النقط دي ولا لا. ولو انتوا على يوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات بتاعتي الجاية، وتعملوا فولو على انستجرام عشان تشوفوا بقية المحتوى بتاعي. وقولولي في الكومنتات الموضوع اللي انتوا عايزين ان احنا نتكلم فيه المرة الجاية. باي.